اخواتي انا لا ليا في الملخصات ولا في الاطفال، بس وقع قدامي مسلسل في 10 اطفال مرة واحدة. ايوه 10 زي ما سمعتوا كده، وده لان الصين بلد غريب عجيب بيعمل حاجات غير متوقعة. وكمان انتوا تحديتوني اجيب مسلسل فيه 10 اطفال، وانا قبلت التحدي وفضلت ادور لحد ما جبته. وعشان ما اطولش عليكم قولولي لا طولي، ملخصنا جامد فتاك، والاطفال فيه عساسيل واذكياء وحاجة كده طعمة. فقبل ما نبدأ بقى ملخصنا القمر ده، ما تنسوش تحطوا لايك، وبليز وصلوا الفيديو ل10,000 لايك، لان الملخص ان شاء الله هيعجبكم. وكمان اشتركوا في القناة واكتبوا رأيكم تحت في التعليقات واسماءكم، ويلا نشوف الملخص. قصتنا بتبدأ مع بطلتنا يو، واللي بتبقى واقفة مع حماتها الحرباية، واللي بتأمرها تتطلق من بطلنا شياو، لأن أبوها دلوقتي بقى رد سجون وسمعتهم في التراب. وفي الوقت نفسه أبو البطل بيقوله نفس الكلام، وبيعرفوا إن أبو البطلة دلوقتي مسجون ومش مناسب ليهم، وكمان هو جايب له عروسة تانية من عيلة غنية. ولما البطل بيروح بيتفاجئ إن بنتنا بتديله ورقة طلاق وبتطلب منه يمضي، لأنها ما بقتش مستحملة وفعلا بيتطلقوا. وعشان كده لما بيصحى تاني يوم مش بيلاقيها في البيت. وبعد 9 شهور بطلنا بيتفاجئ لما السكرتير بيعرفه ان الطفل ده لقوه قدام البيت ومعاه رسالة من البطلة بتقول ان ده ابنه وانها سافرت مع عشقها. وطبعا بطلنا بيتعصب وبيقرر لما يقابلها يربيها. وبعد 5 سنين بطلتنا بترجع الصين تاني، والله اكبر بيبقى معاها 9 عيال. واحب اعرفكم ان لبسهم ده قوس قزح الطبيعي، مش الحاجة التانية اللي جت في دماغكم، لأن ده مسلسل صيني والصين أصلا مش بتدعم الأشكال دي. المهم إن بطلتنا بتعرف الأطفال إنهم جايين هنا عشان يدوروا على أخوهم العاشر. ما شاء الله عليكم أمكم أرنبة. وأول ما بتلف بتلاقي البطل جاي، فبتقول استروني ما تفضحوني، وبتلبس الطاقية والنضارة عشان ما يتعرفش عليها. وللأسف بنتها إسراء بتخبط في شاهين ده خطيب بطلنا، فبتبدأ بقى الخناقة والشرشحة ما بين الستات، لحد ما بطلنا بيسأل بنتنا إذا كانت قبله قبل كده، فبتقول له لا طبعا يلا يا ولادي، وبتسحب القبيلة وراها وبتمشي. وتاني يوم بتروح تقدم في شركة، وده لأنها مصممة، كنتوا متوقعين يعني حاجة تانية. المهم إن العقد مش بيعجبها، فبتزعق للمدير، ولما بتحس إنه هيقل أدبه بترميه في وشه. بنتنا جامدة مفيش كلام. ولما كانت خارجة بتقابل شاهندة، واللي بتبقى عارفاها وعارفة إنها كانت مرات البطل، فبيبدأ بقى كيد الستات ما بينهم. وبنتنا بتقول لها لا انتي ولا البطل تفرقوا لي أصلا، وهو كده كده مش بيحبك، وإلا كان اتجوزك من زمان يا شاطرة، وبتزقها. فشاهندة بتحس ان كرامتها بعترت وعشان كده بتمشي. وبعدها بثانية بطلنا بيجي، ولما بيشوف بنتنا بيقول لها اهلا بالواطية اللي سابتني وهربت مع عاشقها، وبيشيلها. وبيبقى 3 من الأطفال شايفينهم وبيحسوا ان البطل ده شرير، فبيهكروا للشركة، وده لأنهم هاكرز جامدين جدا ولسه ما يعرفوش ان ده أبوهم. بينما بقى بطلنا بيبقى شايل بنتنا شبه الأسد في الشركة كلها، وطبعا الموظفين شايفينهم وبيخمنوا انهم هيرتبطوا، ومقضيينها بقى جوه رومانسية وفراشات، ولكن في الحقيقة بيقطعوا في شعور بعض. وده لأن بطلنا بيعاتبها انها سابت ابنهم وهربت واتجوزت راجل تاني، فبنتنا بتحاول تلطف الجو معاه، فبيقول لها ده بعدك. وقبل ما يتخانقوا مخرجنا الهندي الجميل بيخليها تقع عليه على دخلة السكرتير المحترم اللي بيغمض عينه وبيقول لهم كملوا كملوا. واضح اني جيت في وقت مش مناسب، وبيعرف بطلنا ان السيستم اتهكر وخسروا مليارات. فبطلنا بيتصل بمهندس البرمجة اللي مسؤول عن الشركة، واللي بيبقى ابنه مراد. الله اكبر على ولاد الصين. ومراد بيطمن ابوه انه هيتصرف، فبطلنا بيسأله اذا كانت امه رجعت وعايزة تشوفه هل هيقابلها. فمراد بيقوله لا طبعا دي رمتني زمان، انا لا يمكن اسامحها. وطبعا بطلتنا بتزعل، وده لانها راجعة اصلا عشان تاخد مراد مع ال9 اللي معاها ويبقوا 10 وتهرب. ودلوقتي بطلنا بيعرفها انها مش هتشوف مراد ابدا، وبيحبسها هنا وبيقفل الباب. فبطلتنا بتتصل بولادها، فابنها اياد بيرد عليها وبيقول لها ما تقلقيش يا ماما، وبيقدروا يفكوا شفرة الباب وبيخرجوها. محتاجة اطفال الصين ضروري. بينما البطل بيروح يطمن على مراد، واللي بيبقى مبرمج جامد برضه ومشغل كذا مهندس عنده. وشاهندة بتبقى واقفة، فبتطلب من ابننا يجيب لها حقها من البطلة، فبيقول لها انا مش فاضي لكهن الستات ده وبيمشيها. وبعدها مراد بيعرفه ان اللي هكر السيستم ده واحد جامد وهو مش عارف يتغلب عليه، وبيديله عنوان بيته. وفي الوقت ده ال3 أطفال واللي هم إسراء وآسر وإياد
بيبقوا فرحانين انهم ما اتكشفوش. ولما بطلتنا بتيجي بتعرفهم انها شغالة عند واحد واخده وشرير وهو اللي حبسها، فبيقولوا لها ما تقلقيش وراكي رجالة. في الوقت ده الشرير قصدي بطلنا بيعرف انها هربت وبيبقى عايز يشد في شعره، فبيجيب الملف بتاعها ولما بيشوف عنوان بيتها وبيقارنه بعنوان الهاكر بيخمن ان هي، وعشان كده قدرت تفتح الباب وتهرب. فبيتصل بيها عشان يهزقها، وفي نص المكالمة السكرتير بيعرفه ان مراد ضاع ومش لاقيينه، فبطلنا بيروح يدور عليه وهي كمان بتقلق ما هو ابنها برضو، فبتطلب من الأطفال يقعدوا في البيت ويخلوا بالهم لحد ما تيجي. ولكن ده طبعا مستحيل يحصل لأن الأطفال هم كمان بيقرروا يدوروا على أخوهم أصلين يا عيال. ومراد أصلا في الوقت ده بيبقى قدام بيتهم لأنه جاي يقابل الهاكر، ولما بيشوف آسر بيفرح لأنهم صحاب أصلا من زمان وكل واحد كان بيهكر حاجة للتاني من غير ما يعرفوا إنهم إخوات. ودلوقتي آسر بيعرفوا إن هم إخوات وإن أمهم بتدور عليه، فبيقول لهم انتوا كدابين ولا يمكن تكونوا إخواتي وبيمشي. وللأسف بيتوه ومش بيبقى معاه فلوس كمان، وفجأة بيلاقي بطلتنا في وشه ومش بيبقى عارف إن دي مامته، بس طبعا هي بتبقى عارفة فبتحاول تقرب منه وهو بيحس بمشاعر غريبة ناحيتها فبيحضنها وبيطلب منها ترجعه البيت. ولما بتوصله بطلنا بيقول لها تعالي لي يا حرامية انتي اللي خطفت ابني، وبيدخل مراد جوه عشان يعرف يشبشبها براحته. فبيطلب منها تسيب المدينة وإلا هيوريها النجوم في عز الظهر. فبتقوله يا سلام لما تشوف حلمة ودنك يا شاطر، أنا مش همشي لما أخد ابني. فبطلنا بيدخل لمراد وبيعرفه إن الست اللي كانت معاه بره دي تبقى أمه وعايزة تاخده. فمراد بيقوله لا أمي ولا أعرفها وكمان لا يمكن أروح معاها لأنها سابتني أنا وأنت زمان. وطبعا بطلنا رياكت أنا عرفت ربي. فبيروح لبطلتنا وبيعرفها إن مراد مش طايقها أصلا، فبتقوله أكيد طبعا من طرس الحية اللي لعبت في دماغه أنا لا يمكن أسيب ابني. وبيبدأوا يتخانقوا تاني شبه الديوك الرومي. وفجأة مخرجنا الهندي الجميل الأصيل بنلاقيها كعبلت وقال وقعت في حضنه. طب يا جماعة سيبونا اشمت فيهم شوية. على دخلت آسر واللي بيقوله ابعد عن أمي يا راجل يا شرير. فبطلتنا بتقوله امشي عشان ده بيعضي يا حبيبي. وبطلنا واقف مصدوم ان عندها ابن كمان، فبيقول لها هتلاقي ده ابن عشيقك اللي اتطلقت مني عشان تهربي معاه. امال لو تعرف يا اخويا انها مخلفة منك 10 هتعمل ايه؟ المهم انه بيعرف بطلتنا انها كده جابت اخرها ومش هيسيبها. وعلى الجانب الاخر مراد بيجيله رسالة من آسر وبيعرفه ان امه بتحبه، وده لانها جات الصين مخصوص عشان تدور عليه. فبيقول لأ سابتني ورابتني زمان مش هعبرها دلوقتي. بس لما بطلنا بيجي بيعرفه انه زعلان خالص عشان كل اصحابه عندهم ام وهو لأ، فبيطلب منه يجيب امه مع المدرسة بكرة عشان يغيظ صحابه، ولو استلطفها هيعتبر همه غير كده مش هيعبرها. احلى حاجة عجباني ان الواد مراد ده فاهم وواعي، وبطلنا اصلا ما بيصدق، وده لانه بيريل عليها ما يغركوش شويه الزعيق دول، قلبه من جوه بيرفرف لو قالت له كلمه حلوه هيغمى عليه. وعشان كده بيتصل بيها وبيعرفها انها هتيجي معاهم بكره، فبتفرح لانها عايزه تقرب من ابنها. ولما شاهندة بتعرف كده بتزعق لبطلنا لانها مفروض خطيبته وقريب قوي هتبقى زوجته وقرة عينه، فهي اللي هتربي مراد. فبيقول لها لا يا حياتي ما تنسيش ان انت هتبقي مرات ابوه، وبيسيبها وبيمشي. وشاهندة بتبرق وربنا يستر. وعشان كده تاني يوم بنلاقيها سابقاهم على الحضانة، ولما بطلتنا بتيجي بتهزقها واللي هو انت بتعملي ايه هنا يا خطفت الرجالة. واحلى حاجة بنتنا انه تفاهم انه تضييع وقت، وبتضربها بالقلم وبتعرفها ان البطل بنفسه هو اللي طلب منها تيجي هنا على دخلة ابننا. ولما شاهندة بتشتكيله بيزعق لها وكمان بيخلي بنتنا تضربها بالقلم. تعجبنا انا البطلة المسيطرة. وعشان كده البطل بيطرد شاهندة وبياخد بنتنا وبيدخلوا جوه، وبنلاحظ ان آسر وإياد بيتفرجوا عليهم وشمتانين فيها بس نفسهم يدخلوا الحضانة لانهم مش متعلمين. امال لو كنتوا متعلمين كنت عملتوا فينا ايه؟ هكرتوا الكوكب؟ بينما بقى مراد لما بيشوف بطلتنا بيعرفها انه لسه مش طايقها وجابها بس هنا عشان يغيظ صحابه مش اكتر، وبيسيبها وبيمشي. وبنتنا بتقف وحيدة شريدة زعلانة، وبيبقى الأطفال شايفينها وبيقرروا ما يسكتوش. فلما بيروحوا بيبعتوا الرسالة لمراد، ولما مش بيرد عليهم بيتبروا منه وبيعتبروا إياد أخوهم الكبير مكانه، وده لأنه أجمد واحد فيهم. ولما أمهم بتيجي وبيلاقوها لسه زعلانة بيقولوا لها ما تقلقيش وراكي رجالة وهنرجع مراد. فتاني يوم بيعملوا له كمين وبيمسكوه وبيقولوا له انت هتحترم نفسك بقى وتعامل أمنا كويس لأنها بتحبك.
فبيصدقهم وبيعرفهم انه عايز يقرب ما بين الابطال عشان يرجعوا يتجوزوا ويعيشوا كلهم سوا. والعباقرة بيحطوا خطة في ثانية وبيتبعوا مبدأ الغيرة مرة، فبيخلوا صاحب امهم واللي اسمه فريد يخرج معاها في موعد مدبر وبيصوروهم، وبيبعتوا الصور لمراد عشان يوريها للبطل. فمراد بيعرفهم ان الصور دي عادية ولو ابوهم شافها مش هيتأثر، ولازم فريد يقرب من امهم عشان الوضع يسخن، اطفال دول ولا عفاريت. وفجأة البطل بيدخل، فمراد بيعرفه انه كان بيكلم صحابه، فبيطلب منه يجيب له حاجة وبيبقى مستغرب تصرفاته عشان طول عمره وحيد. وبيبقى تليفون مراد جنبه، وبيبقى ده اب بيقدر الخصوصية، فبيبص فيه وبيشوف صورة آسر، فبيفتكر انه قال للبطلة قبل كده يا ماما، وبيخمم من الشات اللي ما بينهم ان آسر ده ممكن يكون ابنه، وان البطلة خلفت منه توأم وما قالتش. وبنتنا في الوقت ده بتتكلم مع فريد، وبنعرف انه شاب ثري ثراء فاحش وبيبقى بيحبها وواقع في دبادبها، بس بنتنا وش فقر ومش معبراه، بس هو بيفضل متمسك بيها وبيتقدم لها بخاتم تحفة وبيعرض عليها الجواز على دخل بطلنا، واللي بيقول لها اقفش بقى، هو ده عشيقك اللي هربتي معاه من 5 سنين يا خاينة. وبطلنا بيتخيل انهم هياخدوا منه مراد، وبما ان فريد جوز امه فهيعامله وحش وهيوري النجوم في عز الظهر، فبيزعق لهم من غير ما يعملوا حاجة اصلا، وبيعرف فريد ان البطلة هتتجوزه. ففريد بيقوله لا يا عينيا هتتجوزني انا، والرجالة بيتخانقوا والست هانم واقفة في النص، عارفين لقطة ما يتسابوش. المهم ان بطلنا بيعرفها انها لو اتجوزت فريد مش هتاخد مراد ابدا. وابننا بيرجع البيت مش طايق نفسه، وبيعرف السكرتير انه لازم يتأكد اذا كان آسر ابنه فعلا ولا لأ، ولازم يبعدوا البطلة عن البيت عشان يعرفوا يستفردوا بيه. فبيتصل بيها وبيجر معاها ناعم، وبيعرفها انها هتيجي عنده الفيلا وتشتغل مربية لابنه وهيديها مرتب كويس، فبتوافق، وكل ده عشان تقرب من ابنها. فبيعرفها ان الشغل من اول بكرة. وتاني يوم الساعة 6 الصبح بيتصل بيها، واللي هو اصحى يا ست هانم وراكي شغل، انا في الاسانسير وجاي ياخدك. فبتصوت لحسن يجي ويشوف القبيلة اللي جوه، فبتلبس وبتخرج له بسرعة قدام الاسانسير، وبتقول له ما يهونش عليا تعبك يا مديري، انا جاية استقبلك بنفسي. فبيقول لها بس انا عطشان هدخل معاكي تشربيني. فبتقول له لا ميتنا وحشة ومش معدنية. فبيقول لها وماله يا ستي، انا راجل قنوع ولا انت بقى بخيلة؟ فبتشده وبتجري على الفيلا. فبيعرفها ان مراد لو اشتكى منها مش هيسيبها، ولما بتدخل بيتصل بالسكرتير عشان يدخل ياخد عينة من آسر ويعمل DNA. بينما مراد بيبقى فرحان بوجود أمه، على عكس الخدامات اللي مش بيبقوا طايقينها وبيقعدوا يتريقوا عليها. ولكن بطلتنا مش بيهمها وبتوري ابنها الهدوم الجديدة اللي جايبها له، فبيقول لها ايه الحاجات اللوكال دي، انت جايبها من كاتوك سوق الجمعة؟ بينما السكرتير بيعرف بطلنا انه مخلف بنت تانية من البطلة، فبطلنا بيقوله ازاي يا جدع ده ولد، فبيأكد له انها بنوتة، وبيبقى قصده على إسراء لانه خد شعرية منها بالغلط. طبعا بطلنا بيبقى مستغرب ان هي خبت عليه. تروح بقى لبطلتنا اللي بتاخد ابنها على محلات نظيفة عشان ما يتريقش عليها، فمراد بيبدأ يحبها، وفجأة بيجي ولد زميله بارد يتريق عليه، وبتبقى ام الطفل ده لسانها اطول منها وهتبدأ تقل ادبها على البطلة. ولما بتشوف بطلنا بتقلب كتكوت مبلول لانها طبعا عارفة انه غني، وبتنزل على رجلها وبتقوله انا بطاطا تحت رجليك. وابننا مش بيعبرها وبياخد البطلة ومراد وبيمشوا، وفي السكة مراد بيشكرها انها دفعت عنه، ولكن بطلنا بيقول لها انا كشفت سرك خلاص. فبتقول في بالها يا لهوي عرف اني مخلفة 9 كمان. ولما بيوصلوا الفيلا بيطلب من مراد يطلع اوضته عشان هيتكلموا كلام كبار، وبياخدها على مكتبه، وبيبقى الخدامات شايفينها وغيرانين منها، وخصوصا الخدامة فوزية اللي بتطلع تليفونها وبتتصل بشاهندة وبتعرفها اللي بيحصل. بينما بقى بطلنا بيقرب من بطلتنا، فبتقول له لا مكانك هديك بالبوكس في مناخيرك. فبيعرفها انه كشفها وعرف انها كانت حامل في توأم، فمن جواها بتضحك واللي هو توأم احسن من 10، وبتفكر ان قصده على آسر، فبتعرفه انها خدته تربيه، وده لانها مستحيل تديله عيالها الاتنين. فبيعرفها انه عايز يشوف الطفل التاني بسرعة، فبتخرج من عنده مش طايقة نفسها، وعشان تكمل بتلاقي شاهندة في وشها، وكالعادة شغل الحربيات بيشتغل، وحرفيا بطلتنا نتفاهم بتضربها بالقلم تقريبا، لو حد كح جنبها بتضربه. محتاجين بطلات الصين التانيين يتعلموا منها. ولما البطل بيجي شاهندة كالعادة بتمسك فيه وبتتسهوك له اتمحلسي يا اختي اتمحلسي. فابننا بيقول لها وانتي ايه اللي جابك هنا وعرفتي منين ان البطلة عندي؟ فبتعرفه ان فوزية هي اللي قالت لها، فبيطردها من بيته وبينادي على فوزية هي كمان وبيطردها.
وفجأة بيقلب بسكوتاية فبنلاقيه شال بطلتنا وبيحاول يقرب منها، مش قلتلكوا بيتلكك. المهم انه بيعرفها انه عايز يشوف بنته، فبتفهم ان قصده على إسراء، وبما ان دي بنتها الدلوعة فمستحيل تديها له، فبتعرفوا انها مخلفة ولد تاني مش بنت واسمه آسر، وان اكيد التحليل اللي عمله كان غلط. فبيقول لها مش مهم، كده كده انا عايزة اشوفه. ولما بنتنا بترجع البيت الأطفال بيستقبلوها وبيعرفوها انهم لازم يتعلموا شبه مراد لان هو مش احسن منهم في حاجة. فبتقول لهم منين يا حبايبي، ده انا بكح ترابه معيش فلوس. وبتعرفهم ان آسر بس هو اللي هيروح لابوه عشان يعيش حياة الأغنياء، انتي لو قصدك تقهريهم مش هتعملي كده. فإسراء بتقول لها واشمعنى انا ما اروحش، ولا انا بنت البطة السودا؟ فبتعرفها ان هي وإياد لازم يستخبوا لان ابوهم كشف آسر بس. وتاني يوم بطلتنا بتروح الشركة مع البطل، واللي بيقرر يشغلها عنده ما شاء الله رئيسة قسم مرة واحدة. ولما المدير بيحاول يعترض بيطرد، احنا لسه هنضيع وقت. وبتبقى شاهندة هي كمان شغالة معاهم واتعلمت بقى من اللي حصل للمدير، فلما بتشوف بنتنا بتقدم لها فروض الولاء والطاعة، وده كله قدام البطل. وفجأة بتقرب منها وبتعرفها انها هتطردها زي الكلاب، فبنتنا طبعا بتضربها بالقلم وبتقول للبطل على اللي حصل، واللي طبعا بيصدقها وبياخد صفها وبيطرد شاهندة. وبعدها بياخد بطلتنا على مكتبه وبيوريها صور الحضانة اللي هيقدم لآسر فيها، فعينيها بتلمع وبتحس انها كانت معيشة الأطفال في فقر. فبتقوله ما ينفعش تلاقي لي 8 أماكن كمان في الحضانة دي. فبيقول لها نعم، انت عارفة مصاريفها كام؟ ثم انت عايزة ال8 دول ليه؟ انا اقصى حاجة ممكن اوفرها مكانين كمان بس. فبتقوله ولاد جيراني اللي عايزينها وحلو المكانين برضو انا موافقة. وقبل ما تمشي ابننا العاشق الولهان بيوقفها وبيقول لها مش هتشكريني بقى. وفجأة بيجي لها اتصال من فريد، فبينتش التليفون وبيرد عليه وبيعرفه انها مشغولة. فبنتنا بتتحرج وبتاخد التليفون وبتعرف فريد انها هتخلص شغل النهاردة بسرعة وتيجي تقابله. فبطلنا بيقول لها نعم يا اختي، عندك شفت اضافي النهاردة، وبيخليها تروح البيت متأخر، وده كله عشان ما تقابلهوش. فبتوصل بيتها وبتقعد تشتم فيه، ولكن الأطفال بيهونوا عليها، فمنهم اللي بيعمل مساج في ايديها ورجليها وكتفها. اللهم أطفال زي دول. وبطلتنا بتعرفهم انهم بكرة رايحين الحضانة فيجهزوا نفسهم. فإسراء بتسألها اذا كان باقي اخواتهم هيروحوا معاهم، فبتقول لها لا لان مفيش مكان. هم فين باقي اخواتك يا ست إسراء؟ تقريبا امك مخبياهم عشان الحسد. فتاني يوم بتجهزهم وبتوديهم الحضانة، والسكرتير بيسمعهم وهم بينادوا لها ماما. فبيتصل بالبطل وبيعرفه، فبيقول مستحيل تكون مخلفة 4 توائم ومخبية عليا. فبيستناها لما تجيله الشركة وبيعرفها انه كشفها وان ال3 أطفال اللي معاها دول ولاده، وبيبقى الأطفال شايفينهم لأنهم أصلا هربوا من الحضانة. فبنلاقي إسراء بتزعقله واللي هو بعد عن ماما يا شرير. وبطلتنا بتكذب وبتقوله انها عندها طفلين تانيين بس من راجل تاني غيره. فطبعا بيتعصب وبياخدها على مكان لوحدهم وبيسألها اذا كان دول ولاد عشيقها فريد. فبنتنا بتقوله لو ابوهم كلب حتى ملكش فيه، على دخلة السكرتير اللي بيفهمهم غلط. فبطلنا بيضربوا بالمخدة لانه مش ناقصه بقى الصراحة كل شوية يقطعهم كده. والخصوصية بتبقى على اعلى مستوى، وده لان الموظفين واقفين يحسدوهم من بره وبيقولوا بقى اكيد مقضيينها رومانسية وفراشات وهيتجوزوا قريب. وبنلاحظ ان فوزية عاملة نفسها عاملة نظافة وواقفة تتصنت عليهم. ولما بتعرف الاخبار بتتصل بشاهندة وبتقول لها، وشاهندة بتتفق معاها على خطة. فبنلاقي فوزية لبست ماسك وراحت الحضانة وعاملة نفسها مربية وبتدي للأطفال لبن. ولما بيجي الدور على آسر بتديله واحد معين وبتبقى حاطاله في حاجة، وعشان كده أول ما بيشربه بيغمى عليه. بينما بطلنا بيحاول يصالح بطلتنا اللي مش بتبقى طايقة نفسها أصلا، لحد ما بيجي لها اتصال من الحضانة بيحكوا لها اللي حصل مع ابنها. فبتجري على هناك وبتضرب فوزية بالقلم وبتزعق للمدير، واللي بيعرفها انهم مش غلطانين وده لان كل الاطفال ما حصل لهمش حاجة. وبيعرفها ان فوزية موظفة مجتهدة. يا شيخ ده لسه جاية عندك النهاردة؟ على دخل بطلنا، واللي بيعرفهم ان هما الاتنين مطرودين وده لانه اشترى الحضانة. احب انا الرجالة اللي تدخل تخلص. وبياخد آسر على المستشفى وبيقعد جنب البطلة وبيطمنها انه هيبقى كويس. ولما آسر بيفوق بيعرف بطلنا انه مش طايقه لانه راجل شرير وبيخلي امه تشتغل كتير. فبطلنا بيعرفه انه ابوه الحنين اللي بيحبه هيخلي باله منه. فبيقوله خلاص عشان اسامحك يبقى تتجوز امي. على دخلة السكرتير واللي بيعرفه ان الدكاترة رجعوا التحليل تاني وقالوا ان هو مخلف بنت مش ولد.
فبطلتنا بتقوله التحليل غلط، واكيد طبعا مش هتقوله على اسراء عشان ما تخسرش طفل كمان. واسراء اصلا في الوقت ده بتبقى سامعاهم مع اخواتها، واللي الله اكبر عليها مهكرين تليفون بطلنا. وعشان كده مراد بيستخدم الاي اي وبيتصل بالسكرتير وبيعرفه ان هو الدكتور اللي عمل التحاليل، وانه كاتب التقرير غلط والبطل مخلف ولد مش بنت. وبنتنا لما بتسمع كده بتطمن. وتاني يوم بيبقى في اجتماع بين عيلة البطل وعيلة شاهندة، وبيقرروا يجوزوهم بسرعة على دخلة بطلنا، واللي بيعرفهم انه مش موافق لانه مش طايق شاهندة ولا اهلها وبيطردهم. فاهله طبعا بيزعقوله ولكن بيهدوا لما بيعرفهم انه عنده طفل تاني غير مراد وهيجيبوه يقابلهم. فبيبعت السكرتير المستشفى عشان يجيب آسر، وبطلتنا طبعا مش بترضى تديهوله، كان بتبقى خايفة لحسن البطل ياخده منها وما يرجعهوش تاني. بس آسر بيطمنها ان عمره ما يبعد عنها عشان هي اغلى حاجة في حياته. ولما بيوصل الفيلا بيلاحظ ان اجداده مش طايقين امه وبيتكلموا عليها وحش، فبيقعد بقى يشتمهم، وده لان لسانه طويل. فجدته بتزعقله لانه ولد ما شافش بربع جنيه تربية، فبيعرفها انها لو مش هتحترم امه مش هيحترمها. وبيدعموا في قراره ده بطلنا لان هو اصلا مش طايق اهله وبياخدوا وبيمشوا. بينما بطلتنا بتاخد فريد وبتروح تزور ابوها في السجن، واللي بيعرفها ان البطل وعيلته هما اللي حبسوه، فبتطمنه انها هتنتقم منهم وتخرجوا. فابوها بيقول لها مش مهم، انتي دلوقتي بقيتي واحدة، الزمن هدها ومحدش بيودها. وبيعرفها انها لازم تتجوز فريد، واللي طبعا بيبقى طاير من السعادة، واللي هو زي ما قلت يا حاج. وعشان كده وهم خارجين بيحاول يلطف الجو معاها، بس بطلنا بيطب لهم شبه الباراشوت وبيقول لها يا ست هانم اديتيني آسر عشان تخرجي مع عشيقك. وكالعادة الرجالة بيتخانقوا عليها شبه الديوك الرومي وهي محشورة في النص، لحد ما مراد بيجي يقول لها تعالي معانا يا ماما. فإسراء بتيجي تقول له لا يا حبيبي مش هنروح مع حد، وده لأنها لحد دلوقتي لسه مش طايقة البطل. والأطفال هما كمان بيتخانقوا والموضوع بيكبر لحد ما بطلنا بيسأل إسراء عن أبوها الحقيقي، فبتمسك في فريد وبتقوله إن ده أبوها. ففريد بيستغل الفرصة عشان يكسبها لصالحه ويلين قلب أمها، فبيقول لها بنتي حبيبتي هدلعك النهاردة وظبطك انتي وامك القمر اللي واقفة دي. فبطلنا بيتغاظ وبياخد ابنه وبيمشي. بينما آسر بيروح مع مراد البيت، واللي بيعرفه ان ابوه هيدلعه على الاخر ومش هيستخسر في حاجة على دخل بطلنا، واللي بيقوله يا ابني انا ثروتي مليارات، اصرف زي ما تصرف. نفسي حد يقول الجملة دي، بس الواد آسر بيبقى ناصح وبيعرفه ان اهم حاجة بالنسبة له يتجوز امه. فعلا هو ده الطفل الاصيل اللي تمر في ال9 شهور بتوع الحمل. وطبعا بطلنا ما بيصدق وبيوافق وبيتفقوا على خطة. وبطلتنا في الوقت ده بتبقى مع إسراء وإياد وبتقول لهم ما يغركوش، آسر زمانه دلوقتي زعلان جعان محدش بيهتم بيه. وفجأة بيجيلها اتصال من آسر واللي بيعرفها إنه متدلع أحلى الدلع وبيتعامل معاملة ملوكي. وبطلنا هو كمان بيعتذر لها وبيطلب منها تسامحه وتديله فرصة تانية. فبنتنا بتتصدم وبتقوله انت اكيد اتهكرت، عمرك ما كنت كيوت كده. فإسراء بتستلطفه وبتقوله باين عليك غلبان مش شرير زي ما كنت مفكراك. فبطلنا بيحس بمشاعر غريبة وبيخمن انها ممكن تبقى بنته. فتاني يوم الصبح بدري بيروح لبطلتنا البيت وبيبقى عايز يدخل بأي طريقة عشان ياخد عينة من إسراء. فبطلتنا بتوقفه وبتعرفه ان البيوت لها حرمة، فبيقول لها هي فين انتي تعالي يلا، وبياخدها على بيته. ومراد بيستقبلها وبيسألها هي اللي سابته زمان، فبتعرفه انها زمان لما ولدته كان تعبان خالص وما كانش معاها فلوس تعالجه عشان كده سابته لابوه، ولو عليها كانت خدته ربته مع باقي اخواته. فعلا هما 9 واحد يبقوا 10 مش هيخسر في حاجة. فمراد بيحن اخيرا وبيسامحها وبيحضنها. بينما بطلنا بيسأل آسر اذا كان شاطر في البرمجة، فبيقوله طبعا ده انا هاكر جامد ومهكر لواحد غبي شركته ومخسره مليارات. وبطلنا بيبقى فخور بيه وما يعرفش ان هو الغبي اللي قصده عليه، بس بيسأله اذا كانت البطلة مرتبطة بفريد. فآسر بيقوله بيني وبينك مش طايقة فريد، شبه سيران كده بالظبط. وبيعرفه ان امه لسه بتحبه ولو اتك عليها شوية كده هتلين. على دخلة الدكتور واللي بيعرف البطل انه جاي يسلم على بنته وجايب لها هدية. فبطلنا بيقول انا ما عنديش بنات مخلف صبيان بس، وبيبقى ده الدكتور اللي عمل الDNA. فبيأكد لبطلنا ان العينة اللي كانت معاه لبنت. فالسكرتير بيقوله كده البطلة مخلفة 3 ومخبية عليك. فبطلنا بيقوله لو انت الصادق 4، وبيخمن ان اياد هو كمان ابنه باعتبار انه نفس سنهم. وطبعا نفسه يجيب بطلتنا من شعرها، تنية اشوفك لما تعرف انهم 10.
المهم ان ابننا بيدخلها اوضتهم وبيعرفها انه من ساعة الطلاق محتفظ بكل حاجتها على امل انها ترجع، وبيعملها في الاول بحنية عشان بيعرض عليها الجواز، ولما بترفض بيقلب على الوش التاني وبيزعق لها وبيقول لها طبعا ما انت عايزة تتسنكحي وتتجوزي فريد، وبيقول لها انه كشف كذبها وعرف انها مخلفة اطفال تانيين، فقلبها بيقع في رجليها بس بتطمن لما بتعرف انه مفكرهم 4 بس. فبطلنا بيعرفها يا اما تتجوزوا ويربوهم سوا يا اما هياخدهم منها، وده لانها فقيرة جدا ومعيشاهم في قحط. فبتقوله لما تشوف حلمة ودنك وبتمشي، ولما كانت خارجة بتبقى زعلانة وبتعيط وبتقابل ام البطل واللي بتضربها بالقلم تسلم ايدك يا حاجة، احسن عمالة تلطشي في خلق الله من ساعة ما جيتي. المهم ان بطلتنا بتقول لها لولا انتي ست كبيرة كنت جبتك من شعرك، وبتعرفها ان البطل هو اللي جابها هنا. على دخل بطلنا اللي بيدافع عنها وبيقف قصاد امه، وبيعرفها ان البطلة الحتة الجوانية في قلبه وانه هيتجوزها، فما بتعرفه ان ده مستحيل يحصل لانها دلوقتي فقيرة ومش من مستواهم. فبيقول لها خدي جوزك اللي هو ابويا وخشوا جوه عشان الجيران ما تسمعش صوتنا، واضح انك متربي. وبيعرف بطلتنا انه مستحيل يخلي حد يقرب لها، فبتقوله ميرسي وبتمشي. وبالليل بتروح تزور ابوها واللي اخيرا خرج من السجن، كفارة يا حاج. بس هي بتتصدم انه جايب مراته وبنته سيران، وبتبقى هي مش طايقاهم مع انهم ولأول مرة ناس كويسة بجد. وابو بطلتنا بيعرفها انها لازم تتجوز فريد عشان غني جدا وهيديله فلوس وهيحسن وضعه. وفجأة سيران وشها بيجيب ألوان، وده لأنها بتحب فريد من زمان. انتي هتقولنا يا اختي بقالكوا جزئين بتحبوا في بعض وقرفني؟ معلش يا جماعة، أستاذ فريد أبو حواجب مأثر فيا شويتين. ونرجع بقى لمسلسلنا مع أبو البطلة واللي بيعرفها إنه حدد الميعاد خلاص وهتتجوز الأسبوع الجاي. ولما الخبر ده بيوصل لبطلنا بيتعصب، فآسر بيقوله الحق أمي بسرعة لحسن تروح من بين إيديك. فبيجري على هناك وبيقابل بطلتنا وهي خارجة وبيسألها إذا كانت هتتجوز فريد، ولما بتقوله لأ بيقول لها خلاص اتجوزيني. فبتعرفه إن هي مش هتتجوز تاني، وده لأن كل الرجالة بالنسبة لها مصطفى أبو حجر. فبيعرفها إنه مش هيديها ولادها، فبتقوله ما تعصبنيش وتخلي الجنونة تطلع عليك ونخسر بعض دلوقتي. على دخلة فريد واللي بيقول لها ده مضايقك يا حياتي أضربهولك. وكالعادة الديوك الرومي بيشدوا قصاد بعض لحد ما بطلنا بيزهق وبيمشي، وبيروح لبيت البطلة وبيعرف إياد وإسراء إن هو أبوهم وهياخدهم يفسحهم. ولما بنتنا بترجع بتدور عليهم ومش بتلاقيهم، وبيجيلها وفجأة بيجيلها اتصال من بطلنا واللي بيعرفها إنهم معاه، ويا إما تتجوزوا وتنفذ اتفاقه يا إما مش هتشوفهم أبدا. وتاني يوم إسراء الأصيلة بتقول أبونا ده راجل وحش وأخدنا من أمنا، لازم ما نسكتش ونرجع لها تاني، دي شالتنا في بطنها 9 شهور وربتنا طول السنين دي، أصيلة يا بنتي يا سوسو. فبيقرروا كلهم يهربوا، ولما بطلنا بيرجع ومش بيلاقيهم بيتصدم، وبيبقى آسر سايب جواب وبيعرفوا إن هم عند أمهم. فبطلنا بيحس إنه أب فاشل، فالسكرتير بيقوله لأ عيالك عفاريت، وكمان مفيش حد عاقل يخلف 4 بذمتك، يعني هو بإيده. المهم إن بطلنا بيقرر يرجعهم هم وأمهم. في الوقت نفسه بطلتنا بتبقى واقفة مع فريد واللي بيعرفها إنه مبسوط عشان هيتجوزوا وبيبدأ يقرب منها. على دخلة الأطفال واللي بيقولوله ابعد يا شرير، وإياد بيعرفوا إنه لو قرب هيضربه وبيقفل الباب. وبطلتنا بتبقى فرحانة برجوعهم، وآسر بيعرفها إنهم لازم يهربوا من البلد. فبطلتنا بتقول لهم إن ده ما ينفعش، وده لأن فريد معين ناس بره وبيراقبوها. فالأطفال بيعرفوها إن فريد ده عايز ضرب الشبشب، وده لأنهم هكروا تليفونه وعرفوا إن هو السبب في حبس أبوها وديونه، وكل ده عشان يقرب منها ويتجوزها، وإن البطل وعيلته بريئين من الموضوع ده. فبنتنا بتحس إنها كانت ظالمة البطل، وبتعرف الأطفال إنها هتدي أبوهم فرصة تانية، فبيفرحوا. وفجأة سيران بتيجي تتخانق معاها عشان تبعدها عن فريد، فبطلتنا بتعرفها إنها مش طايقاه أصلا ولا عايزة تتجوزه. ولما بتعرف إنه أختها بتحبه بتتفق معاها على خطة، فبتتصل بفريد وبتعرفه إنها واقعة في دباديبه على الآخر وموافقة على الجواز، وطبعا بيفرح زي لهبل. بينما بطلنا لما بيعرف بيبقى عايز يشد في شعره، واللي هو طب اعمل لها ايه تاني عشان تبصلي، صدقني العيب مش فيك، هي اللي وش فقر وغبية. ومع ذلك بيبقى متمسك بها لأبعد الحدود، فبيقرر يروح الفرح ويبوظه ويتجوزها. ويوم الفرح بنتفاجئ ان العروسة هي سيران، وبتبقى مغطية وشها بالطرحة، قال ايه كده محدش شايفها، وكانت خلاص هتتجوز فريد لولا ان بطلنا الغبي بيجي وبيكشف وشها. وطبعا الكل بيتصدم، وسيران بتعرف فريد انها بتحبه وواقعة في دباديبه. ما كفكوش طائر الرفرف، جايين تقرفونا هنا كمان.
بصوا الصراحة بتلكك عشان اتريق على المسلسل عقبال ما الجزء التالت ينزل، وفجأة بطلتنا بتيجي وبتعرفهم المفاجأة الحقيقية، وهي ان سيرام مش اختها، وده لان صاحب ابوها الواطي استغل ان مرات ابوها دايخة وقرب منها، ولما اكتشفت انها حامل فكرت انها حامل من ابو البطلة باعتبار انه جوزها وكده، واللي اصلا دلوقتي بيحسوا ان كيس جوافة، فبيسيب مراته وسيران وبيتبرى منهم. وبطلتنا بتفضح فريد كمان وبتعرفهم انه كان السبب في سجن ابوها وان البطل بريء، وسيران بتبقى متعصبة وعايزة تضرب بطلتنا لانها كده بوظت الفرح، بس فريد بيحميها وبياخد الضربة مكانها، بس برضو بطلتنا مش بتسامحه وبتجيب الامن وبترميهم بره. وبطلنا بقى بيستغل الفرح والمناسبة السعيدة وبيعرض عليها الجواز، وطبعا المرة دي بتوافق، هي هتلاقي احسن منه فين بقى. وفجأة ال10 اطفال كلهم بيدخلوا، وبنعرف انها كانت مخبية الباقي عند صحابها عشان البطل، واللي بيبقى واقف مصدوم، يا لهوي انا مخلف 10 هربيهم ازاي دول. فبطلتنا بتقوله ما تقلقش، العيال بتيجي برزقها وبيحتفلوا بيهم وبيتجوزوا. واول حاجة اتعلمناها من الملخص ان ستات الصين ارانب، دي جملة انا كنت عايزة اقولها من ساعة ما بدأت اعمل ملخصات اطفال زمان، بس كنت بقول لا مراعاة لمشاعرهم، ولكن لا هم مرعوش مشاعرنا، والدليل على كده جايبالكوا تعليق صيني على المسلسل الاصلي وترجمته عربي طبعا عشان نعرف نقراه. المهم ان الشخص اللي كاتب التعليق مستغرب هو كمان، الكون كله مستغرب، ولكن الصين تصنع المستحيل. وتاني حاجة بطلتنا الفقيرة الكحيانة اللي مش عايزة تعلم الأطفال ماسكة آيفون، تقولولي ازاي أنا معرفش. وتالت حاجة محتاجين نخلي عيالنا شبه أطفال الصين كده ما شاء الله عبقرة، وتقريبا كده المخرج أو المؤلف مش بيخلفوا، وعشان كده خلوا في المسلسل أطفال كتير قوي. واخر حاجة حابة اعرفكم ان البطل ده مش جوزي، اي نعم اخلاقه خضرة وعالية جدا وبتعمل صوت حلو في المكنة، بس ما قدرتش اضيفه لقائمة ازواجي لان كل تركيزي كان مع الهاكرز العساسيل دول. ولو وصلتوا لهنا تبقوا من متابعيني الاصيلين جدا جدا جدا، اللي هيقدروا تعبي ومجهودي واني بقالي اكتر من شهر بدور على المسلسل ده، وهيحطوا بقى لايك للفيديو يوصلوا ل10,000 لايك، وكمان اشتركوا في القناة واكتبوا رأيكم تحت في التعليقات واسماءكم، لان انا سميت الاطفال والشخصيات على اسماءكم زي ما طلبتوا مني.